أهلا بيكم مع روني. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا سهلة وبسيطة، ومش قادرة أقول لكم طعمها أحلى من الجاهزة بكتير. هنعمل مع بعض النهاردة سلطة الكول سلو بأسهل طريقة. تعالوا نشوف طريقتها مع بعض. أنا جايبة هنا كرنباية صغيرة، هبتدي آخد نصها أقطعه، وبعد كده هبتدي أغسلها كويس جدا، وبعد كده هبتدي أقطعها شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هقلبها الناحية التانية وهبتدي أقطعها الشرايح دي لمكعبات صغيرة. بعد كده بالسكينة كده هفضل برضو أقطع تاني كده فيها، بحيث المكعبات الصغيرة دي تتقطع لمكعبات أصغر تاني. كل ما كانت المكعبات حجمها صغير قوي هتديك نتيجة زي الجاهزة وأحلى كمان. الدريسنج اللي هحطه عليه عبارة عن ربع كوباية من المايونيز، ربع كوباية من اللبن، معلقتين صغيرين من السكر، معلقة صغيرة من الخل، نص معلقة صغيرة من الملح. هبتدي أقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هحط الكرنب اللي قطعته، وبعد كده كمان هحط جزراية مبشورة متوسطة، وهحط معلقة كبيرة من البصل اللي مقطعاه صغير جدا، سواء أحمر أو أبيض المتاح عندك. هبتدي أقلبهم مع بعض كويس جدا. شايفين أنا لسه عاملاها دلوقتي، والصوص نازل منها كتير وهي طرية مش ناشفة خالص وجميلة قوي قوي. هبتدي أدخلها التلاجة ساعتين أو 3، كل ما تقعد يبقى طعمها أجمل بكتير. وهبتدي بعد كده أغرفها وأقدمها. مش قادرة أقول لكم ريحتها وطعمها جميل قد إيه، أحلى من الجاهزة بكتير. بجد هتعجبكم جدا الوصفة دي، قد إيه سهلة وبسيطة ونتيجتها حلوة جدا. ما تنسوش تعملوا الوصفة دي وقولوا لي من أنهي بلد بتتابعوني، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعة.